السلام عليكم، عواشركم مبروكه. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. شحال هذه ما نزلت شي فيديو في القناه. اليوم ان شاء الله كتب لي نشارك معكم بوصفه جد بسيطه من المعسلات الرمضانيه اللي معروفه، البريوات ديال الكاوكاو والزنجلان اللي ساهلين بزاف، وصفه جد بسيطه. الفيديو اليوم غيكون قصير بزاف، وغنحاول ان شاء الله نشرح لكم المفيد، ما نطولش عليكم. ننتقل للمقادير والطريقه وان شاء الله، ونقول لكم جميع التفاصيل في الفيديو. بالنسبه للمقادير، عندي 250 غرام الكاوكاو محمر، 250 غرام الزنجلان محمر، نص ديال كاس السكر حبيبات سنيده باش ما يجيونيش حلوين بزاف، معلقه كبيره الزبده، معلقه كبيره المشماش، معلقه القرفه والمسكه. هنايا غادي نطحن نص الكميه ديال الكاوكاو ونص الكميه ديال الزنجلان، غادي نطحنهم حتى يكونوا رطبين ويطلقوا الزيت ديالهم كيف ما كتشوفوا هنايا معايا. وبالنسبه للكميه اللي باقيه فغادي نرملها فقط. بغيتوا طحنوا يعني كل شيء طحنوه كامل حتى يطلق لكم الزيت، بغيتوا تعدلوه كما غادي نعدلو انا، كيبقى نتوما والذوق ديالكم. هنايا غادي نطحن اللي بقى لي من الزنجلان ومن الكاوكاو، غنهرمشو او غادي نطحنو نرملو، ومن بعد غنزيدلو الطحنه الثانيه بالسكر. ساعه غادي نضيف جميع المكونات اللي ذكرتكم في الاول ديال الفيديو، وغادي نخلط كل شيء. انا خلطت كل شيء في الترموميكس، يمكن لكم تطحنوا في الطحانه ديالكم العاديه وتخلطوا بيدكم بالطريقه العاديه، واللي عندها الترموميكس تخلط كل شيء في الترموميكس. يعني هاد الطريقه ملي كنخلطها في الترموميكس كنخلطها بلا موس، غير بالمعلقه. صافي هنايا ضفت 4 د الكاس د الماء زهر اللي كنت نسيت ننزلو نصورو في الاول. صافي كنخلطوا جميع المكونات. هنايا كيف ما كتشوفوا ملي كنضغط عليها كتطلق الزيت، راه الخليط راه مزيت وفي نفس الوقت مرمل كيف ما كتشوفوا وكيتجمع. صافي غادي نشكلوه على شكل كويرات. انا البريوات اللي عدلت من الحجم الصغير. هاد الكرات فيهم 6 غرام هيداك، بغيتو تعملوهم كوارين على حسب كل واحد وكيفاش كيعجبو. انا بغيت نعدلهم صغارين بزاف. وبالنسبه للورقه كتقطعوها القياس اللي بغيتو على حسب الكره اللي عندكم، وكندهنوها غير بالزيت حيت غنقليوهم، ما كندهنوش بالزبده. وبالنسبه للطريقه ديال الطوي يعني طويتهم بهذه الطريقه عاديه. هنا كيف ما كتشوفوا الورقه ما كنطولوهاش الا اذا كنتو غتعدلوا الحجم كبير، ساعه كتقدروا تخلفوا الورقه. هنايا كنلصقوها بالطحين وبالماء، ما كنلصقوش ببيض البيضات حيت بيض البيضات ما يعقلوهم غيطلقوا لنا الرغوه. صافي هنايا غنطوي البريوات ديالي كاملين. بالنسبه لهاد الورقه كتجي غزاله ومقرمشه، اذا غادي تقليوها في الفران ما كتجيش مزيونه. اللي بغات المعسلات تعدلهم في الفران تستعمل الورقه ديال الفيلو. هاد الورقه هذه سواء بالمعسلات او بالملح يمكن لكم تخليوها تبات، ما كيوقع لها حتى شي حاجه. وبالنسبه للمعسلات يمكن لكم تلويو البريوات ديالكم كاملين بالطريقه العاديه، غطيو لهم بالبلاستيكه، خليوهم حتى لغدا عاد تقليوهم، او عملوهم في المجمد اللي كيعجبوا المعسلات يكونوا طريين، عدلوهم في المجمد. نهار اللي تبغيوهم جبدوهم متثلجين وقليوهم ديريكت. صافي كنقليوهم حتى كيكون اللون ديالهم ذهب، ما نخليهمش يتحمروا بزاف. كنعدلوهم في العسل وكنخليوهم يتشربوا العسل مزيان على الاقل ساعه المكانه. من بعد ما كنقطروهم بالعسل، هنايا انا زينتهم بالزنجلان. طبعا التزيين كيبقى على حسب الذوق. وبالنسبه للتقديم عدلتهم هنايا في كويغطات، صراحه كيجوني ساهلين في الكواغط، باش ملي كنزلهم فوق بعضيتهم كتعرف ملي كيكون العسل الورقه كتلصق في بعضيتها، هذه احسن طريقه. جاوني بزاف الاسئله هاد الورقه كيقولوا كتجي قاصحه. كتجي مقرمشه، ماشي قاصحه، كتجي مقرمشه. وفي نفس الوقت اذا كانت الحشوه من داخل فحال هذه يعني الرطبه، فهي هذاك كيجيو غزالين، ما كيجيوش قاصحين. اذا كانت الحشوه من داخل قاصحه هي اللي كترزي لك الورقه من برا. كنتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم حتى نتوما. شكرا بزاف لحسن المتابعه، والى وصفات اخرى ان شاء الله.